السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية كيكة مش هتكلفنا اي حاجة. انا قمت من النوم كده ما لقيتش حاجة نفطر بيها، كل حاجة لقيتها طبعا في المطبخ. جبت 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده، كوباية من الزيت مش مليانة قوي، نص مج كده من اللبن، كوباية كده من السكر مش مليانة برضك قوي. ما لقيتش طبعا حاجة نفطر بيها، قلت طبعا اعمل لهم ايه صينية كيكة مع كوبايتين لبن ونمشي الدنيا في ظل الغلق اللي احنا فيه دلوقتي. نزلت كده بالثلاث بيضات، هنزل بكوبايه السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه السكر وادي الثلاث بيضات، ومعايا هنا كيس من التانك زي ما انتم شايفين كده، ومش غالي ب2 جنيه ونص، بيديها طعم حلو قوي وبيديها ريحه حلوه في نفس الوقت بيفش ريحه الزفاره. نزلت بيه كده زي ما انتم شايفين. انا كده ضربت السكر مع البيض مع التانك، هنزل بقى بايه؟ كوبايه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نقطتين من الفانيليا السايله. بسم الله. لو عايزه تستغني عن الفانيليا طالما انت حاطه تانك خلاص مفيش اي مشاكل. دي معلقه كده من الخل. بسم الله. فايده الخل اللي بيخش برضك زفاره البيض وبيخلي الكيكه كده هشه من جوه. هنزل نص المج اللبن اهو. بسم الله. مش منه بس حبه صغيرين، لو احتجتهم احطهم. انا معايا كوبايتين من الدقيق بالكوبايه دي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت نصها بالظبط كده لغايه هنا كده نشا. انا اقول لكم بقى النشا دي ايه فايدتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بكل الخليط اللي انتم شايفينه كده. بسم الله. انا طبعا قايده الفرن قبل ايه ما ابدا اعمل، عشان عندي الفرن بيعوق لما بيسخن. نسيت اقول لكم ان انا حطيت الكيس الشيف كيك ده على الدقيق ونخلته كله مع بعضه، وحطيت نص كوبايه النشا كله مع بعض عشان طبعا ايه مطولش عليكم ايه مده الفيديو. حطيته كله، اهم حاجه تنخلوا الدقيق كويس مره واتنين. خلاص كده خلصت، ومعايا الصينيه اهي دهنها كده من الزيت. انزل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بكل الخليط كده في الصينيه. انا نزلت بكل الخليط في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين، ده بس خبطتين كده عشان ايه كل الهواء اللي فيها ايه يخرج منها كده. هدخلها بقى الفرن وبعد كده ايه هرجع لكم. وبكده طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين. هختبرها كده بالخله اهي بالاسنان. بسم الله. الخله طلعت نضيفه اهي، هي كده استوت خلاص. هسيبها تبرد بس شويه وبعد كده اقطعها. ورجعت لكم اهو يا حبايبي بعد ما طلعتها كده وبردت زي ما انتم شايفين. اديني قطعت منها خرطه اهي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. بصي هشه ازاي من جوه كده زي السفنج، بسبب ايه نص كوبايه النشا اللي انا حطيتها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. جربي بس نص كوبايه النشا دي مش هتندمي. يا رب بقى يكون الفيديو كده نال اعجابكم. لو استفدتوا منه اي استفاده صغيره ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا سبتها لما بردت طلعت منها خرطه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي هشه من جوه ازاي. كل ده بسبب ايه المعلقتين النشا اللي احنا حطيناهم زي ما انتم شايفين كده. دي بقى طبعا ايه تشربوها مثلا ايه كوبايه لبن،
كوبايه شاي بلبن تفطروا بيها الصبح الاولاد. وزي ما انتم شايفين كده، جربي الطريقه دي ان شاء الله مش هتندمي، هتشوفوا فيديو جديد باذن الله.